صباح الخير، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا طيبين وبخير وفي أحسن حال. وحشتوني كتير. يوم جديد وروتين جديد هتعيشوه معايا، إن شاء الله تستمدوا منه طاقة كده وحيوية ويعجبكم. الناس اللي مشرفاني في القناة اللي بتحبني وأنا والله العظيم انتوا على راسي بحبكم جدا. فضلا محتاجين اللايك النهاردة ضروري. مش هقول لكم اللايك النهاردة علشان أميرة وتحقق الشروط أو عشان الفيديو يقترح أو الكلام دوت. لأ، اللايك علشان الموضوع اللي هنتكلم فيه موضوع حاجة كده صعبة بجد. ربنا يعني إيه، يتولانا جميعًا، ربنا يعفو عنا جميعًا، ويشفينا جميعًا يا رب العالمين. صاحبة المشكلة دي لو هي مش صاحبتي أوي وأنا واثقة فيها جدًا وعارفة إن هي ما بتكذبش عليَّ والموضوع ده بقى له سنة كاملة بتحكي لي فيه، كنت هاقول إن هي إيه يعني الموضوع يعني كدبة أو موضوع يعني هي بتخترع لي حاجة. وعلى فكرة الحاجة دي يعني عشان بس الناس ما تقولش إيه الموضوع دوّة فيّا أنا أو الحاجة دي فيّا أنا. لأ، أنا من فضل ربنا عليّا ويعني إيه وكرمه الزايد إن ما أكونش أنا صاحبة المشكلة دي بجد، علشان على ما أعتقد لو أنا صاحبة المشكلة دي أنا مش هاقدر خالص إن أنا كنت أتعامل معاها أو إن أنا يعني أكون صامدة كده زي ما هي صامدة. ربنا يتولاها يا رب. أنا من النوع الخواف اللي باخاف. فأنا هاحاول أحكي لكم القصة. الناس بقى الجديدة اللي أول مرة تشوف الفيديو حطي لايك، علشان الهدف من اللايك النهاردة إن أكبر عدد يشوف الفيديو، علشان لو حد عنده نفس المشكلة دي اتعرض لها في حياته يحاول يفيدها. صاحبة المشكلة هي تسمع هتشوف الفيديو وهتشوف الكومنتات بتاعتكم إن يفيدها إن هي يعني إيه تحاول تخلص من اللي هي فيه دوّة، أو تتعدى المرحلة دي، وفي نفس الوقت علشان أي بنت تستفيد وتاخد عِظة من اللي هاحكيه لكم. الموضوع بدأ بإيه بقى؟ ليّا صاحبة حبيبتي أوي بجد باحبها جدًا، هي أختي مش صاحبتي، أنا باعتبرها إن هي أخت. من حوالي يعني هاقول لكم حوالي 5 سنين. في يوم كانت برّه هي وجوزها، رجعت البيت وهي طالعة السلِّم جاية تفتح باب الشقة لقوا مَيّة على باب الشقة. فهي ما يعني عارفين اللي هو هي مش في دماغها خالص، يعني مَيّة عادي قالت توقّعت كده يعني sorry في اللفظ إن قطة مثلًا كانت واقفة وعملت بيبي أو كده يعني وخلاص والموضوع يعني إيه ودخلت شقتها وخلاص ومش في دماغها حاجة خالص. في لو أقول لكم بقى بدأ بقى تدريجي مش مرّة واحدة. بدأ إن هي إيه، كرهت الشقة، مش عارفة تعيش فيها، مش طايقة جوزها، عايزة تتطلّق، بتعيّط طول ما هي قاعدة، بتنزل تمشي في الشوارع، مش عايزة ترجع البيت، مشاكل، كل ده بقى تدريجي يوم ورا التاني، يعني هي الحاجة دي ما حصلتش مرّة واحدة. قعدت على الموضوع دوّة تروح عند مامتها شوية، مخنوقة مش قادرة أقعد في البيت. وعلى فكرة صاحبة المشكلة دي من الناس ربنا يزيدها يا رب، محفظة قرآن، يعني خاتمة القرآن كامل وبتحفظه كمان، بتصلي، بتقول أذكار طول ما هي قاعدة، ملتزمة، يعني إيه شخصية يعني إيه متدينة، مش حكاية إن هي شخصية مثلًا إيه عادية كده مثلًا اللي هي مجرد إن هي بتصلي وخلاص، لأ هي متدينة وملتزمة. فبدأت تبقى عدّى على كده سَنة ونُص الموضوع ده وهي مش عارفين في إيه. بعد ما الموضوع بقى طوِل جامد لمدة سَنة ونُص، فهي مش تعبت، فقالت خلاص قرّرت هي وجوزها إن هي تروح لناس ليها علاقة بالروحانيات والحاجات دي، تحكي له اللي هي فيه يعني وحاسة بيه وكده وتقول له. فقام يوميها بتقول لي يوم ما رُحت وكده بدأ يعمل لي جلسات وكده إن أنا أحاول إيه، يعني إيه وقرآن والكلام دوّة وحاجات أمشي عليها وأعملها وكده أذكار معيّنة وقرآن أقراه والكلام دوّة، وحاجات يعني أعملها في شقتي وكده لحد ما بدأت أرتاح تدريجيًا وارتاح من اللي أنا فيه، وبدأت أتقبّل الشقة تاني. طب مين اللي عمل لي كده؟ طبعًا رفض جدًا قال لها أنا ما باقولش يعني إيه، أنا اللي هاقدر أعمله إن أنا أقدر أعالجِك بس من اللي أنتِ فيه، أقول لأ. في الوقت ده هي مش عارفة مين اللي بيعمل لها كده، يعني مين اللي أضرّها كده. هاحكي لكم بقى حاجة، يعني حاجة بجد عارفين تخلّي الإنسان يخاف خلاص من كل اللي حواليه، حاجة يعني مش طبيعية. في الوقت ده هي كان ليها جارة ساكنة في الشقة اللي جنبها، كانت بتعاملها كأخت.
وبما إن دي صاحبتي وأنا عارفاها وعارفة أسلوبها، أنا متأكدة من اللي هي بتقوله، لإن هي بتعمل معايا حاجات أصلًا الأخت ما تعملهاش مع الأخت. تقول لي: "كنت هدومي لو عايزاها بتاخدها وهي نازلة، لو عايزة هدوم خروج، لو عايزة هدوم للبيت، لو عايزة أي حاجة، أكل وشرب لو محتاجة أي حاجة تخبّط على بابي، لإن الباب جنب الباب، أدّيها على طول، تيجي تقعد معايا وتحكي لي واحكي لها." تقول لي: "كنت ساعات صحيح باحس بشوية غيرة من ناحيتها جوايا كده، وارجع أقول عادي ما النَفْس أمّارة، يعني إحنا كلنا يعني مش ما بنبقاش أسويا 100%، يعني لازم يبقى يعني إيه." واحاول أكبّر دماغي من الحتّة دي وأقول عادي يعني كبّر دماغي، هي أنا باحبها وهي بتحبّني وبنقعد مع بعض. جارتها دي في الفترة اللي هي كانت تعبانة فيها جدًا دي، وبتقعد تقول أنا تعبانة، أنا مش قادرة، أنا بيحصل لي، وبقت تشوف إن هي بتسيب شقتها وتمشي وما أعرفش إيه، وحاجات زي كده، عادي كانت بتقعد معايا عادي وتحكي عادي وما فيش أي مشكلة. في الفترة دي بتقول لي: "كنت ساعات بالاحظ حاجات عند جارتي دي غريبة، بس أنا ما باحطش في دماغي." إن مرّة واحدة تقول لي إن أنا اتحرقت، جارتها. "اتحرقتِ إزاي يا بنتي؟" تقول لها الزيت وقع عليَّ حرقني وأنا واقفة من غير ما أعمل حاجة." فبتقول لي: "كانت حاجات ربنا بيظهرها لي كده، بس أنا مش حاطة في دماغي." شوية والناس بيكرهوها اللي حواليها وتقول لها: "ما حدش طايقني من عند حماتي." وما أعرفش إيه، وتقول لي برضه يعني أقول عادي ده تلاقيهم هم اللي ما بيحبوهاش أو الكلام ده. لحد ما في مرّة بقى جارتها سابت المكان الشقة ومشيت أصلًا وعزّلت. لمّا عزّلت وسابت الشقة، الحمد لله كانت صاحبتي في الوقت ده بدأت إيه، اللي هي إيه، كويسة وعايشة كويس والحمد لله وبدأت حياتها تستقر وترجع طبيعية. كلمتها في يوم وده كله وهي مش في دماغها خالص إن جارتها مش عايزة تسوء الظن بحد، يعني بتقول لِك ده أختي، هي اللي بتدخل شقتي، هي اللي بتقعد معايا زي إخواتي ما هم هي وإخواتها اللي بيدخلوا الشقة، غير كده ما حدش بيدخل لها. لحد ما في مرة قامت صاحبتها كلمتها في التليفون، قالت لها: "أنا جاية المنطقة ونفسي أشوفِك وعايزة آجي أزورِك." والكلام دوّة، بحُسن نية قالت لها: "اتفضلي تعالي." أنا هاستناكِ. عملت غدا وجهّزت وكلّمت جوزها في الشغل هات طبق حلويات معاك عشان نستضيفها أحسن استضافة زي ما اتعودنا إن إحنا بنستضيف الناس، وده ده حقيقي دي طبيعتها هي وجوزها، ربنا يزيدهم يا رب ويبعد عنهم كل شر. وعملت كل حاجة، قالت لي سِبتها وهي قاعدة طبعًا هي وولادها بيلعبوا مع ولادي، ودخلت عملت الغدا، كنت واقفة باعمل في الغدا. بتقول لي هي في الوقت دوّة كانت بتلِف في الشقة عادي وأنا واقفة في المطبخ وهي برّه يعني، تقول لي جالي إحساس كده وأنا واقفة إن هي اللي بتعمل لي كده، يعني بتقول لي أنا مش عارفة ليه جالي الإحساس ده بس أنا حسيته، ورجعت قُلت لنفسي لا، لأ، مش معقول هي ده أختي وبتيجي تزورني وبتحبني وهتعمل لي ليه كده أنا والّا سِلفة ليها مثلًا بتغير مني والّا هي خلاص ساكنة معايا في البيت، ده جاية لي زيارة، وصاحبتها مشيت. وربنا يعينها على اللي شافته بعد أمّا صاحبتها مشيت. لأ sorry استنوا نسيت أقول لكم حاجة، خرجت من المطبخ لقت صاحبتها واقفة في الأوضة بتاعة النوم بتاعتها، تخيّلوا بتعمل إيه؟ بتقول لها: "أنتِ بتعملي إيه؟" قالت لها: "ده شايلة ملاية السرير بتنفّضها." بتقول لها: "وأنتِ بتعملي إيه؟" قالت لها: "العيال وقّعوا حاجات عليها فقُلت أنفّضها لِك وأفرشها لِك من تاني." يعني بتقول لي: "أنا استغربت الموقف، يعني ملاية السرير إيه اللي شايلاها تنفّضها؟" بس عدّيت الموقف. وهي ماشية شوفوا بقى الكرم شوفوا أمّا يبقى الإنسان حاسن النية، وبتقول لي وهي ماشية بعد أمّا اتغدِّت معايا وقدّمت لها الحلويات، مليت لها طبق حلويات ادّيته لها ولفّيته لها وقُلت لها عشان أنتِ ما عرفتيش تاكلي وأنتِ قاعدة وكنتِ محروجة لمّا تروّحي ابقي كُلي أنتِ والولاد. تقول لي اتعاملت بحُسن نية جامد ومشيت. وربنا يعينها على اللي شافته بعد كده، يعني هي ما رضتش تحكي لي حاجات كتير عشان هي عارفة إن أنا باخاف، يعني هي أنا شخصيتي ما باقول لكم أنا باخاف، بقت تقول لي: "يا أميرة أنا في حاجات كتيرة خايفة أقولها لِك، أنا عارفة أنتِ مش هتنامي." فأمّا قررت إن أنا أعرض عليكم المشكلة عشان حد يستفيد منها، قالت لي بعض الحاجات منها، قالت لي: "بدأت أشوف مهازل في الشقة." مشيت هي من هنا وعدّى يومين 3 وبدأت ما انامش نهائي، ما بتشوفش النوم، بقى لها ييجي 4 شهور صاحبتي دي ما بتنامش، خبط ورقع شغال في الشقة، وهي نايمة تصحى على ضرب بتضربه على وشها، يعني تقوم تقعد على السرير ما تناميش، يعني اللهم احفظنا، بتقول لي أبقى نايمة في أمان الله باب شقتي مقفول وزوجي راح شغله، أصحى من النوم فجأةً أخرج ألاقي الباب مفتوح علينا على آخره، وهي بيت يعني ما تعرفش حد فيه. بتقول لي: "مش عارفة اتفتح إزاي، مين اللي بيفتحه وأنا قافلاه بالمفتاح ونايمة في السرير وجوزي مشي على شغله." تقول لي: "ابني يبقى نايم جنبي وأفتح عيني ألاقيه وش راجل كبير."
اللي هو اتخض يعني فاهمة، أتعب. فشوية شوية بدأت اللي هي تتعب، خلاص تتعب، وبقت تعيط جامد تعيط جامد. قالت لي في مرة خلاص وصلت لمرحلة مش قادرة اقعد في الشقة خالص من اللي انا فيه ومش عارفة انام. قالت لي نزلت مشيت في الشوارع وبقيت اعيط جامد. كلمت اختي، اختها دي ملتزمة جدا كده وبتدي دروس دينية. قالت لها قولي اذكار ما تبطليش، تستغفري ربنا النهارده نهائي، واقري قرآن ما تبطليش، وان شاء الله ربنا هيشفيكي ويعفو عنك من اللي انت فيه. قالت لي في اليوم دوت يا أميرة قعدت أقرأ قرآن جامد جدا جدا جدا، وطول ما أنا ماشية استغفرت أعداد كبيرة ألفات من الاستغفار. وروحت يومها رجعت البيت بالليل نمت. بتقولي حلمت بيها من كتر الاستغفار أنا استغفرت ربنا هو اللي ظهر لي. اللي حلمت بيها إن هي بتقول لها أنا جاية وجايبالك هدية. جايبالي هدية إيه؟ قالت لها جايبالك هدية وحطها لك في دولابك، في هدوم معينة بتاعتها هي قالت لها عليها، يعني قالت لها على اسم الهدوم في الدولاب بتاعك، في هدومك في الرف اللي في النص حطالك الهدية بتاعتي. وقالت لي صحيت على كده وقررت خلاص ان انا اشوف شيخ يشوف لي اللي انا فيه. راحت لشيخ بدأ معاها جلسات علاج اسبوعيا، بيروح لهم البيت هي وزوجها، يقرأ قرآن ويعمل لها جلسات مشي عليها اسبوعيا. صحيح هي ارتاحت شوية عن الاول من اللي هي فيه. في الوقت ده قررت خلاص تقطع علاقتها تماما تماما بيها، عملت لها حظر من جميع الحسابات بتاعتها علشان ما تسمعهاش ولا تشوفها تاني، مش عايزة حاجة منها بجد. بتقول لي انا في اليوم دوت ربنا ظهر لي لما استغفرته كتير وقريت قرآن كتير، هو ظهرها لي ان هي اللي عملت فيكي كده، يعني بعيدي عنها. اللي نفسي اطلبه منكم دلوقتي ان انتوا اللي مر بنفس التجربة وبقى كويس يكتب لها في الكومنتات. يعني هي الحمد لله بقت شوية عن الاول، بس هي لسه تعبانة بجد، ما بتنامش نهائي بقى لها شهور. اكتب لها عمل ايه، تخطى المرحلة دي ازاي. يعني غير ان هي بتقرا قرآن وبتقول اذكار وبتحط مسك وبتعمل حاجات كتير بجد، ما بقولكم هي ملتزمة. يكتب لها في الكومنتات تعمل ايه تخطى المرحلة دي ازاي. والنصيحة اللي اقدر اقولها او هي اللي قالتها لي حقيقي اقولها للبنات، كل البنات، يعني اتقي شر من احسنت اليه. احسني الظن باللي حواليك وتعاملي بما يرضي الله، بس خليكي حذرة جدا علشان في ناس شر كده في حياتنا ما بيحبوش اصلا حد يشوفوا حد مرتاح، ما بيحبوا، بيغيروا حتى من نفسهم، بيغيروا من اقرب الناس ليهم. فربنا يعفو عنا ويشفيكي يا رب يا حبيبتي وتبقي احسن من الاول، ويديكي ويرزقك على قدر نيتك الحسنة وعلى قد طيبتك وعلى قد جمال بجد روحك وجمال استقبالك للناس اللي انا شفته بعينيا. ويا رب يعافينا جميعا ويبعد عنا الناس اللي زي دي يا رب يا رب. ومستنيه كومنتاتكم طبعا، هي اللي هتقراها مش انا. تفيدوها مثلا تخططوا لو حد اتعمر بنفس التجربه تخططوا المرحله دي ازاي. واللايكات بجد علشان الناس تشوف الفيديو دوت، علشان الناس يعني ايه تستفيد. ما تأمنوش لحد قوي زيادة عن اللزوم. روتين كامل عملته معاكم في الفيديو. انتوا عارفيني كأميرة، حتى لو انا بحكي في موضوع لازم نعمل روتين، لازم نستفيد. النهارده الروتين والله العظيم كان قوي جدا جدا، زي ما انتوا شفتوا كده مسكت المطبخ. الفيديو ده كان لازم يتعمل بعد تنظيفات الشهر اللي احنا عملناها وظبطنا كل حاجه في الشقه. مسكت المطبخ كده بعد ما خلصت تنظيفات المطبخ، بعد ما خلصت اللي هو المشتريات بتاع المطبخ واللي انا ظبطتها معاكم الفيديو اللي فات. تاني يوم على طول صحيت من نومي كده، خلصت الغدا. بعد الغدا الفيديو ده كان بعد الغدا، انا صحيت الصبح فطرت معاكم زي ما انتوا شفتوا كده وخلصنا الغدا وكل حاجه. وبعد الغدا بقى دخلت على المطبخ بتاعي مسكته جزء جزء كده. اهم من الشغل زي ما اتعودتوا عليا تقسيم الشغل، زي ما انتوا شايفين كده بمسك جزء جزء في المطبخ. يعني ظبطي نفسك في مطبخك كده. قسمي هعمل الجزء دوت وبعد الجزء دوت وبعد الجزء دوت. والتنظيف دوت لازم يبقى طبعا، مش هقول لكم يا ستي اسبوعين، هقول لك لازم يبقى شهريا في المطبخ بتاعي. وده مش تنظيف عميق، ده مش تنظيفات عميقة على فكرة اللي بنعملها كل شهرين 3 في المطبخ، اللي لازم نشيل كل حاجة من مكانها ونغسل ونعمل. لا، ده تنظيفات شهرية كده بتتعمل في مطبخنا عشان نحافظ عليه نظيف. المطبخ ده المملكة بتاعتنا، بنحس فيه واحنا ان احنا ملكات. وزي ما هقول لكم دايما وهقول لنفسي دايما، المكان مش بالعفش اللي هو فيه، المكان
بالناس اللي موجودة فيه، بنضافتِك، باهتمامِك بحاجتِك. ممكن يبقى مطبخ بسيط جدًا زي بتاعي كده اللي أنا باحبه جدًا، 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 وبقى له 16 سنة وداخل في ال17، بس بالنضافة والنظام والترتيب باشوفه أحسن حاجة في الدنيا. خلّصت كل حاجة كده وغسلت الحوض ونضّفته، والفوطة طبعًا اللي أنا استخدمتها طول الفيديو بتاعي غسلتها ونضّفتها هي كمان كده، وهانشرها عشان تبقى نضيفة كده ومعقمة هي كمان. وفي الوقت دوّة الأرض على فكرة أنا مسحتها كويس جدًا بفوطة كانت في إيديّا، وبامسح كل جزء ومن تحت كل حاجة، من تحت المطبخ نفسه ومن تحت البوتاجاز ومن تحت الحاجات اللي تحت الحوض. بس حبيت أدّيكم لقطة أخيرة كده بس إيه وأنا باعقّمه بقى خلاص بالإزازة السحرية اللي في إيدي، وقُمت راشة في الأرض كده ومسحت الأرض، وكده خلاص يعتبر خلصنا كل حاجة. وبعد ما خلصت المطبخ بقى باحب جدًا، جدًا إن أنا أولّع فيه بخور علشان الريحة تبقى حلوة، النضافة بتحتاج بخور في الآخر. ولّعت البخور كده وهادّيكم لقطة أخيرة عن كل حاجة فيه. الحمد لله أنا راضية عنه جدًا، هاستنى كومنتاتكم في المشكلة اللي قُلتها معاكم. وشكرًا على متابعتكم ليّا، وشكرًا للناس اللي بتحط لي لايك وبتشترك في القناة. دمتم في حياتي، باي باي.